تعالوا بقى، كذا حد سألني على البانيه، قال لي طعمه حلو جدا، والقشره بتاعته اللي لازقه فيه كده ما بتقعش منه ولازقه فيه وجميل، وخلطته طعمها يجنن. تعمليه بقى جنب عيش، جنب مكرونه، جنب رز، طعمه حقيقي بجد تحفه. عندي البانيه بتاعي، لما بتجيبي البانيه بيكون فيه شرايح حلوه قوي وشرايح كده مكلكعه شويه. هناخد الجزء المكلكع ده نعمله وصفه حلوه كده تانية، والجزء ده هنعمله بانيه زي ما انتم شايفين كده. نبدأ كده بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه دعموني بلايك للفيديو وشير لو تكرمتوا. وبعد كده عندي كيلو من البانيه زي ما انتم شايفين كده، هحطه غسلته كويس جدا وغسلته وصفيته. وهجيب بصله صغيره كده او وسط، ده كيلو من البانيه. جبت البصله بشرتها زي ما انتم شايفين كده، هعصر عليه ليمونه. وركزوا بقى في الخلطه دي، عشان الخلطه دي مكان البيض مش هحط عليه بيض خالص ولا لبن، علشان لو عايزه تستعملي الزيت بعد كده بعد القليه تستعمليه. انما لو انت قاليه البانيه حط عليه بيض ما بتقدريش تستخدمي الزيت تاني وبترمي، يبقى ريحته زفاره. هحط البصله وليمونه وشويه خل ومعلقه، نص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه من توابل الفراخ، ونص معلقه من الملح، وكمان معلقتين من زيت الزيتون. تمام كده، هقلب الخلطه دي وخلاص. اركني الخلطه دي كده شويه تتبل معايا. بنعمل ايه مع البانيه المعتاد؟ بطاطس مقليه. انا عامه بعمل البطاطس المقليه دي مع كل الاكل، يعني يا ولاد لو عامله محشي، والله يا جماعه عامله محشي بعمل جنبها بطاطس مقليه، فالولاد بيحبوها فبعمل لهم. تعالوا بقى الخلطه الرهيبه. 4 معالق من الدقيق، معلقتين من النشا. عندك فيجيتار حار وفيجيتار بارد. هحط من الحار نص كيس مثلا او 3/4 الكيس، والبارد بقى حطي زي ما انت عايزه 5 6 معالق على حسب الكميه، ونص معلقه من البيكنج باودر. تمام. الخلطه معايا هي، تمتهوش مني عشان هي دي اللي بتخلي البانيه طعمه خطير. بعد كده هحط نص معلقه من توابل الفراخ، ونص معلقه فلفل اسمر، وحاجه بس بسيطه كده، ربع حاجه كده، شعر على المعلقه كده بودره الزعفران. وحطي بقى يا ست الكل معلقتين كبار من السمسم ومعلقتين من حبة البركة. انا حطيت حاجة بسيطة هنا بس رجعت زودت تاني، عشان انا بحب السمسم وحبة البركة مع اي حاجة مقلية، ولا الطعم والريحة. بعد كده بصي اهو، انا شلت البانيه من الصينية من الخلطة اللي انا عاملاها فيها، اللي هي اللي انا نقعته فيها البصل والليمون والزيت الزيتون وكل ده. هاخد بصي ايد تطلع وايد تضغط عليه وتدهن بالشكل ده، عشان ما تعصيش ايديك الاتنين او تبهدل ايديك الاتنين وياخد منك ايديك تشيل الخلطه كلها من الطبق. اهو يبقى واحده للبانيه بتطلع من هناك وواحده من هنا، واضغطي جامد جامد عليه عشان ياخد من الخلطه اللي انت شايفاها دي. ولا تحطي في ميه تاني ولا ترجعي تاني في الدقيق ولا الكلام ده. يعني عايزه اقول لكم ان حبه الدقيق دول ال4 معالق دول عملوا حوالي كيلو الا ربع بانيه، وبقي منهم كمان شلت الدقيق تاني. ماشي. اللي بندخله في ميه وننقله من مكان من الدقيق للميه للبتاع بيستهلك كميه دقيق ملهاش حصر. كده مفيش اي هدر لاي حاجه خالص. الدقيق اهو جميل، وريحه الخلطه جميله، الفيجيتار الحار مع البارد مع النشا مع الدقيق، بجد خلطه رهيبه. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي على ما البطاطس اللي احنا حطيناها تتعمل. اهو بصي كده خلاص. بقي مني جزء اللي انتوا شفتوه ده، اللي بيبقى الجزء اللي هو بيبقى تخين في البانيه. انتوا عارفين لما بتيجي تخرطي البانيه بتاخدي الجزء اللي على السطح ده بيطلع ما شاء الله مفرود وحلو قوي، بدي قطع حلوه، انما الجزء اللي تحت بيبقى ايه، اللي هو السمين المكعور المكلكع ده. تعالوا هنعملها حاجه تانية، عشان حد من ولادي قال لي مش عايزها الا ايه مقلي، اعملها لي بطريقه تانية. فهنعمل دي طريقه ودي طريقه. تابعوا معايا الفيديو للاخر كده هتستفادوا، ولو استفدتوا ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو. بصي بقى، انزلي في الطاسه الزيت اتقدح قوي، وخلي النار وسط، يعني عليتي على النار على الزيت لحد ما يتقدح. اول ما تسقطي البانيه وطي النار وسط عشان ما ينحرقش وياخد لون من بره وهو من جوه ني. بصوا طالع خطير كهرمان وطعمه حلو جدا ومش شارب زيت. يعني كذا حاجه كده مش قادره اقول لكم، 3 4 مع بعض كده ما شاء الله. يعني مش شارب زيت ومن غير بيض ومن غير لبن وموفر كمان. انا عندي هنا اهي، بصي خلينا بقى كده في اللي هو المقلي البانيه كله الاول بالشكل ده. بصي خطير، كفر لازق ومش هيقع منه خالص حتى لو برد وقعد كمان ساعتين 3. انا هطلع الطاسه التانية، انا حطيت فيها معلقه سمنه على معلقتين زيت، وحطها تقدح بقى عشان هعمل فيها الفراخ اللي فاضله، صدور الفراخ التانية. ادي معلقه سمنه على معلقتين زيت، واحطهم يقدحوا قوي.
في الطاسه، ده طعم وده طعم. بصي بقى ادي الحتت البانيه اللي كانت باقيه، اللي هي تخينه ومش متقطعه تقطيع كويس اهي. تقول ايه الفايده بقى في الحاجه الحلوه قوي في الوصفه دي، ان انا هحط الليمون والبصل وكل التوابل اللي انا عملتها هسقطها فوق الفراخ دي. طبعا انا ما انت ما بتطلعي التاني للبانيه بتنفضي خالص من البصل، ما بتنزليش فيه ريحه بصل. ادي اهو، خلي بقى ياخد صدمه كبيره كبيره والنار عاليه عليه، وقلبي براحتك. هنا البانيه وهنا الفراخ التانية المتشوحه. ما شاء الله، اللهم بارك. طريقتي حلوه قوي قوي فيه، وجربيها وهتعجبك. هنا بقى تقعدي تشوحي الفراخ وتقلبيها من هنا لهنا، وبعدين في اخر مرحله خالص اديلها بقى شويه ميه، لما ما يكونش فيها ميه خالص اديها نص كوبايه من الميه، ووطي عليها خالص وسيبيها لحد ما تستوي. بعد كده خلاص كده تمام. دي عليها بقى فلفل اسمر وتوابلها وكل حاجه جاهزه عليها، طعمها ولا ريحتها بالبصل. هتقطعي جنب الاكله خيار وطماطم وفلفل وبصل اخضر، ويا سلام لو في خصيتين. وادي الفراخ بتاعتي اهيت، وعليها كمان البصل اللي هو اتكرمل ده. وزي ما قلت لكم ده كان فيديو النهارده. بصي بقى دوقي دوقي وقولي لي ايه الجمال، احب اسمع رايكم في الكومنتات. الله مش قادره، ريحه تجنن وطعم خطير. اهي المخلل بقى بتاعي الجميل والعيش، وكان الرز لسه متولع عليه. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد.